ربنا بعد ما خلقها وقال لها أمر بأن تنطق، أول نطق أول عبارة قالت شنو؟ حرام أن يجاورني فيك بخيل. شوف الكلام ده كيف؟ جنات عدن بيقول كده. إذن يا أخواننا طيب الناس بتقول إنه الصدقة أنا ما عندي، والله أنا ربنا أجاني، أنا والله ما خليت إنه واحد هنا في فريق، والله من بدايته لنهايته أنا والله أكفيه. يا مسكين أنت في آية هناك، أنت في قدر معين بعد كده بينفقوا؟ لا، في آية هناك الله بيقول الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. السراء في الوقت اللي عندك فيه كثير، الضراء في الوقت اللي عندك فيه قليل، وليس العطاء يتوقف في شيء تعد النقود يعني أو شيء تؤكل فحسب. قد أعطاك الله من نعمه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن الإنفاق يجب على أن يكون في أي شيء عندي من الله. الصحة نعمة تسخرها في مساعدة الضعفاء، العلم نعمة يجب عليك أن تعلم غيرك، هذه من الصدقات. ابتسامتك على وجه أخيك صدقة، زيارتك للمريض وإلقائك أمامه بكلمات تطيب خاطره وترفع من معنوياته صدقة. الصدقات كثيرة خلاص، لكن هنالك صنف من البشرية والعياذ بالله عنده الحاجة وبيقول شنو؟ يا رب الشيء ده هيكفيني لحد نهاية الشهر. وهذا إن لم يرجع ويبدع نفسه سيجد نفسه في صف إمامهم والعياذ بالله قارون. ماذا قال قارون لما قالوا له لا تفرح؟ قال شنو؟ إنما أوتيته على علم عندي. وفي هذا العصر تلقى في واحد يجي يقول يا رب الشيء ده حيكفيني؟ قال بيكفي، السنة اللي فاتت ذاته ما كان أقل من ذلك، بيكفي إن شاء الله. قال ليه؟ يكفي تبارك الرزق ده حق الله، احنا نعبد الله، اما الرزق فقد تكفل الله ارزاق العباد، والايه معروفه عندنا. طيب يا جماعه نعمل ايه؟ نحن نعبد الله، نعبد الله كيف؟ والله اذا شعرت بقله الشيء عندك فاخرج ذلك بطيبه خاطر وبرضا نفس. وكمان بشنو يا جماعه؟ والله الواحد يفرح ويمتنع ويؤدب نفسه عن تطلق عبارات. الواحد بعد مرات يقوم يطلع حاجه معلش يا اخي حاجه بسيطه، ما تحدد ما تحسسه، بسيطه هو عندك هو ما عنده. الشيء الثاني دعواتك يا اخي، شوف الكلام ده كيف؟ والله ان شاء الله ربنا لو اداني ذاته ثاني كمان بيجيك يا اخي. الرب اللي بيديك هو رب ذاته. عشان كده الواحد يعمل شنو؟ يصدق زي ما قلت ورانا بيمينك حتى لا يشعر ولا يعلم شمالك ما انفقت بيمينك، هكذا. ولا ترجع من وراء العطاء ثناء دعاء ونحو ذلك، ولكن نكن مثل السلف على راسهم الصحابه الاجلاء. تعالوا في بضعه رسول الله والسيد سيدنا علي لما نزلت الآيات. شوف الآيات اللي بتقول شنو؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما ينفقوا شوف كانوا بينفقوا كيف؟ ينفقوا من الشرك بيحبوه. والآية دي عندها تفسير جميل خلاص. ويطعمون الطعام على حبه. حبه دي التفسير الأول عند العلماء حب الله تبارك وتعالى. التفسير الثاني هذا الإنفاق، هذه العبادة، يحبون هذه العبادة. التفسير الثالث يحبون هذا الشيء الذي أنفق. شوفوا الألفاظ كيف. والشيء الثاني يحبون يعني وينفقون شنو؟ الله قال شنو؟ الذين
الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء الذين قاشروا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا على حبه والله نكن مثل السادة الذين حبهم فرض علينا وحبهم من الإيمان. الأنصار يا إخواننا والله دي مضرب مثل، دي كانوا يعملوا شنو؟ من أنفس الأشياء كانوا يتقاسمون مع المهاجرين. سبحان الله. فلنكن كذلك يا إخواننا. الواحد يقعد يسأل نفسه أنا من رمضان ده فشل الليلة اليوم ال14 ماذا قدمت؟ يديدي قمت قدمت ليمون. هل حصل؟ الله يا أخي ما حصل والله. حسرة لا والله ما حسرة. هو أنا ذاتي راجع يا الناس يا أخي مما أعطاك الله أنفق. لماذا؟ الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة تأتي غمامة أو غياية تستظل به العبد يوم القيامة. الصدقة تروق لي الداخل ويطمئن القلب. مع هناك الله قال ألا بذكر الله تطمئن. ما الإنفاق ذات ذكر، الإنفاق ذات ذكر. والذكر بالمناسبة الواحد لما يقدم الحاجة اللي بتمرق بيدك بتنطق 5 أشياء أو 4 أشياء. قدمت شيء وكنت أعطيته. تفضل. جزاك الله خير يا صلاة الله صلوا على النبي. يعني الشيء البسيط اللي أنت تقدمه شوف يعمل شنو. أنا قدمت حاجة كان بسيط ولا كثير؟ شوف ماذا تقول هذه الحاجة. المنفق يقول كنت بسيطا قليلا فكثرتني. كنت قليلا فكثرتني وكنت تحرسني فأنا اليوم أحرسك بإرادتي. الشيء اللي بتمرق بتقول كده وهي تصل ما تتكلم. خلي الصدقة دي تتكلم، خلي الحاجة دي تتكلم. ثم تقول كنت فانيا فأبقيتني. الإبقاء ده جاي من وين؟ يا سلام. الله لما نحن نقدم حاجة هنا في الدنيا دي سيبقيها الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ونحن دايرين يعني الدار الآخرة. والله نحن لو كنا عارفين المحطة دي وفعلنا الآية اللي بتقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله بيقول إلى شنو؟ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا. شوف الآيات دي كيف مع بعضها. نحن في شهر رمضان لما نقرأ القرآن ما نجي نختم 6 7 مرات والموضوع خلاص. لا، نحن لازم نشوف الآيات دي بتنسجم مع بعضها كيف وكلها حلقات تكتمل تقود ابن آدم إذا صار على هذه الآيات والأحاديث إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الإنفاق كيف قال الصحابة ونخلص. سبحان الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر والصحابة